السلام عليكم. اهلا بيكم. ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ دي الحلقة الثالثة من سلسلة اصل حكاية اليو اكس. بعد ما العلماء في الحلقة اللي فاتت انقذوا الطيارين في الحرب العالمية بفضل تصحيح تصميم الازرار، الحرب خلصت والناس دي روحت بيوتها. اكيد لا طبعا. الناس دي بدل ما تروح بيوتها راحت تشتغل على اختراع جديد هيغير شكل الكوكب. تخيل معايا الاختراع ده هيكون ايه؟ هو الكمبيوتر. بس الكمبيوتر وقتها ما كانش اللابتوب او الكمبيوتر الكيوت بتاع دلوقتي ده. وقتها الكمبيوتر ده كان حاجة ضخمة جدا. في الستينات كده او في الخمسينات الكمبيوتر ده كان عبارة عن أوضة كبيرة وفيها تكييف مركزي عشان الكمبيوتر ما يسخنش، وصوته بيكون أكنك واقف في مصنع حرفيا. عشان تتعامل مع الكمبيوتر ده كنا بنستخدم حاجة اسمها بانش كاردز. حلوة كنا دي على أساس إن أنا كنت معاهم أصلا. يعني هما وقتها زمان كانوا بيستخدموا حاجة اسمها بانش كاردز أو الكروت المثقبة. تخيل انك عشان تقول الكمبيوتر يعمل لك معادلة مثلا سريعة، 1+1=2، كنت لازم تخرم كرتونة وتدخلها في الجهاز بشكل معين وتستنى ساعة عشان يطلع لك النتيجة على ورقة تانية. ولو عملت اي خرم غلط او حطيت الكارد ده في مكان غلط، انت محتاج تعيد العملية دي من الاول تاني. هنا كانت تجربة المستخدم او اليو اكس عبارة عن عذاب نفسي وجسدي حرفيا. بعدين الدنيا اتطورت شوية وبدأت تظهر الشاشة، بس يا ريتها ما ظهرت. الشاشة كانت سودة والكتابة عليها بيكون باللون الأخضر الفسفوري، زي الحاجات بتاعة الهاكرز دي. ومفيش حاجة اسمها ماوس ولا أيقونات ولا الكلام الجميل بتاعنا بتاع دلوقتي. لو عايز تفتح ملف معين لازم تكتب كود، عشان تمسح صورة لازم تكتب كود تاني. لو نسيت أي مشكلة أو فاصلة صغيرة في الكود ده انت محتاج تعمل كل ده من الأول. فالنظام ده كان اسمه CLI أو Command Line Interface. المشكلة هنا في تجربة المستخدم كانت حاجة بنسميها High Cognitive Load أو الحمل الذهني العالي جدا. يعني المستخدم لازم يحفظ لغة الكمبيوتر عشان يفهمه. عشان كده اليوزر في الوقت ده كان لازم يكون عالم رياضيات أو مهندس فضاء مثلا. مستحيل تجيب مثلا حد من الأشخاص العاديين، محاسب، دكتور، إلا المهندسين طبعا. المهندسين عارفين كل حاجة. مستحيل تجيب أي حد من الناس العادية وتقول له اتعامل مع الجهاز ده او الكمبيوتر ده. وقتها كان ممكن يجيله انهيار عصبي او حاجه. وهنا العلماء وقفوا وقفة رجاله مع بعض وقال لك بصوا يا جماعه، احنا مش هينفع كده. احنا بنصمم التكنولوجيا عشان تخدم البشر مش عشان تعقدهم. احنا لازم نلاقي طريقه نخلي ان البشر العاديين وكل الناس العاديين يقدروا يستخدموا الكمبيوتر ده ويتعاملوا معاه. الحل وقتها كان عند شركه ما كانش حد يتوقعها ابدا. الشركة دي كانت بتعمل ماكينات تصوير، أصلا ماكينات تصوير ورق يعني. الشركة دي كان اسمها زيروكس. مش عارف برضو بنطقها صح ولا لأ. في بداية السبعينات كده الشركة دي جمعت كل المهندسين الجامدين اللي في العالم وحطيتهم في معمل كده اسمه بارك، وقالت لهم احنا هنخترع المستقبل. احنا هنعمل كمبيوتر لو طفل عنده 5 سنين يعرف يستخدمه. ودي وقتها كانت حاجة غريبة جدا. يعني انا بقولك ان الكمبيوتر ما كانش اي حد بيعرف يستخدمه، كانت آلة كبيرة عملاقة ما كانش بيقدر يتعامل معاها غير العلماء بس. وفعلا اللي حصل جوه المعمل ده هو اللي خلاني انا وانت دلوقتي ماسكين اللابتوبات والموبايلات بتاعتنا. ايه اللي حصل ومين الحرامي العبقري اللي سرق الفكرة دي منهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. متنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وتشير عشان كل الناس تستمتع. والسلام عليكم.